ترامب طلع يهدد ان حماس لو ما افرجتش عن الرهائن الاسرائيليين لحد يوم السبت الجاي 12 الظهر هيفتح ابواب الجحيم على غزة، وانتوا بقى ايه تستحملوا اللي جرالكم، فيما معناه انتهاء وقف اطلاق النار ووقف الهدنة والعودة تاني للحرب بقصد إسرائيل، واللي أكد عليها نتنياهو النهاردة وأكد على كلام ترامب طبعا بعد ما اتفقوا مع بعض. وحماس كانت علقت الإفراج عن الرهائن بسبب التجاوزات الإسرائيلية وخرق الهدنة. قال نتنياهو 12 الظهر يوم السبت لو ما كانتش أفرجت حماس عن الأسرى الإسرائيليين كلهم، رغم إن ده أصلا مخالف الاتفاق الهدنة أصلا إنه بيتم الإفراج على دفعات وعدد مقابل عدد. يعني شفتوا الكلام راح متغير ازاي؟ لا، عايزين كله يوم السبت يكون كل الرهاين الإسرائيليين مفرج عنهم، وإلا إسرائيل هتعود تاني للحرب وانتهاء وقف إطلاق النار نهائي. ملك الأردن كان النهاردة في زيارة لأمريكا، وكان المفروض إن الرئيس السيسي هيروح كمان أمريكا، لكن مصر لغت الزيارة بتاعت أمريكا لأجل غير مسمى. من الآخر إن ده معناه إن مصر رافضة كل الاقتراحات وكل كلام ترامب عن غزة. لكن العاهل الأردني راح، ولكن للأسف يا ريته ما راح، لأنه لم يرفض التهجير بشكل صريح، ولم يرفض إعطاء قطعة أرض من بلده لأهل الضفة الغربية أو غزة اللي هم يسكنوا فيها بدل الأراضي الفلسطينية. وما رفضش كلام ترامب عن غزة خالص. هو في الآخر رمى الكورة في ملعب مصر وقال إحنا هننتظر القرارات اللي هتطلعها مصر وخططها بالنسبة لغزة، بناء عليها ناخد قرارنا، وانه في الاخر هيعمل اللي فيه صالح بلده. انت ما رفضتش اي حاجة يا معلم، انت ما قلتش لا لاي حاجة. طب انت رايح هناك تعمل ايه لما انت هتستنى قرار مصر او خطة مصر هتعلنها عن اعمار غزة ايه، او مصر ايه موقفها من غزة من النهاية من غزة، رغم ان مصر قالت يعني. انت رايح هناك تعمل ايه؟ موقف غريب جدا، وللأسف متخاذل جدا جدا جدا. كنت معتقد ان هيبقى في رفض قاطع وواضح وصريح لتهجير اهل فلسطين من ارضهم، لكن الملك الاردني كان مهزوز، كان تحسه مغصوب عليه، يعني كان في حاجة غلط، مش عارف، روح انهزامية غريبة جدا يعني.